وهعرفك فوائدها للجسم وهعرفك فوائدها للجسم مقارنة بأضرار السمنة الصناعي، وبيخليها ما تكورش وبتسيح مهما قلبتيها وبتقعدي بقاله ربع ساعة في الشارع. ماشي. وبعدين باخد الشرش ده وهو سخن بس كفاية ضحك. سمنك في الأكل كتير. النهارده ان شاء الله الفيديو مختلف شويه، بس الفيديو اللي وعدتكم بيه الجزء الثالث لفيديوهات النقاب هينزل برضو ان شاء الله. النهارده هعلمك انا بعمل السمنه البلدي ازاي في البيت، ما بشتريهاش من بره خالص، طبيعيه 100% وبدون اي اضافات، وطعمها حكايه ومفيش اسهل منها. وهعرفك فوائدها للجسم مقارنه باضرار السمنه الصناعي اللي نيمت الناس في المستشفيات، وهقول لك كمان على السبب اللي بيخلي القشطه تفسد منك وبيخليها ما تكورش وبتسيح مهما قلبتيها وبتقعدي تعيطي جنبيها. وهقول لك على فوائد السمنه البلدي للدايت. ايه دايت؟ سمنه بلدي ودايت دونت ميكس. لا، هنعملهم ميكس دلوقتي ان شاء الله، واعلمك ازاي تستخدمي السمنه البلدي بطريقه تقوي مناعتك وفي نفس الوقت ما تتخنكيش. طب لو عايزه اتخن اعمل بيها ايه؟ هقولك برضو ازاي تخليها تتخنك وازاي تخليها ما تتخنكيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في قناة كوكي لايف واي. في البداية قبل ما ابدأ الطريقة حابة اشكر قناة شيمو شانل، هي للطبخ والروتينات، انسانه جميله جدا ما بتبخلش على اي حد باي نصيحه، فانا حابه اشكرها قدامكم كلكم على مساعدتها ليا. كل البنات اللي بتحب تتابع قنوات الطبخ والروتينات تنزل هتلاقي اللينك بتاعها في صندوق الوصف وهتلاقيه في اول تعليق مثبت. وندخل بقى على طريقه الزبده والسمنه البلدي. اولا بشتري اللبن العادي بتاع كل يوم، وحاولي تشتري من لبان موثوق فيه مش بيغش اللبن، واللبن ما تكونش ريحته زفره، لان اللبن اللي ريحته زفره ده معناه ان اكل الحيوان نفسه المزارع دي مش اكل طبيعي. كمان لما تلاقيه بيطلع وش محترم كده وكبير كده يبقى تمام وتشتري منه على طول. انا بشتري كيلو اللبن بيطلع لي كوبايه صغيره كده مليانه قشطه. بعمل ايه؟ بغلي اللبن وبحطه في التلاجة يسقع ويعمل الوش بتاعه من غير ما ياخد منه اي كوبايه لبن. لو نقصتي منه كوبايه لبن قبل ما تسقعيه هيأثر على كميه القشطه اللي طالعه منه وهتقل. فبجمع بقى وش على وش على وش، كل وش اشيله من اللبن احطه في طبق غويط زي ده واغطيه بكيس وفي الفريزر. ولازم لو طلعتي الطبق من الفريزر عشان تحطي عليه الوش الجديد ترجعيه الفريزر على طول في ساعتها، ما تسيبيهوش بره يسيح. واوعي تنسيه وترجعي تدخليه الفريزر تاني، بلاش الحركه دي، لان الحركه دي بتفسد القشطه وبتخليها ما تفصلش ولا تكور معاكي وانت بتعملي كور الزبده. دي القشطه اللي كنت مجمعاها. ففي اليوم اللي هتقرري فيه انك تعملي زبده بلدي وتطلعي منها السمنه تطلعيها بره الفريزر وتسيبيها في المطبخ تفك وتسيح مع نفسها. بعد ما القشطه ساحت وراحت مطرح ما راحت هتحطيها في مصفى علشان تصفي اللبن الزايد عنها اللي كان بيطلع مع القشطه وانت بتجمعيها منه. ليه؟ لان شويه اللبن الصغيرين دول برضو لو فضلوا فيها وانت بتعملي الزبده عمرها ما هتعمل معاكي كوره وهتفضل عامله زي الميه، تفضلي تقلبي وتفضل القشطه سايحه. انا كده قلتلك على معلومتين. المعلومه الاولى القشطه ما تتسابش بره الفريزر تسيح وترجع الفريزر تاني، لكن يوم ما تسيح خلاص هو ده اليوم اللي تخضيها فيه او تكوريها فيه. المعلومه الثانيه انك تصفي القشطه لما تطلع من الفريزر وتنزلي منها اللبن الزياده عشان تكور معاكي وما تفسدش. بعد ما صفينا القشطه نحطها في بوله عميقه ونقلب نقلب نقلب لحد ما تعمل كوره زبده معانا. بصي بقى عشان انا مصفياها كويس من لبنها وحافظت على درجه تجميدها هتكور معايا بسرعه ازاي. من اول دقيقه هتبتدي تفصل معاكي وهتبتدي تنزل الشرش وتتجمع كده على جنب في كوره بيضه وقمر وزي العسل. كل ما تقلبيها اكتر هتنزل شرشة اكتر، وبعد خطوة التقليب المستمر دي تمسكيها كده بين ايديكي وتكوريها وتضغطي عليها. كل ما تضغطي عليها اكتر هتنزل شرش تاني وهتفضل تنقط مش هتبطل تنقيط على فكرة. فلما تزهقي من التكوير بقى والضغط دوت تاخديها تشيليها في التلاجة ملفوفة في كيس نايلون او في علبة مقفولة كويس وتستخدمي منها على قد حاجتك. شايفة الشرش اللي نزل ده؟ اوعي ترميه، خليه عشان هقولك دلوقتي انا ازاي بعمل بيه مشروبي المفضل. دي الزبدة البلدي تقلي فيها بيض هيبقى روعة، تحطيها على الرز الابيض ابو شعرية هيبقى روعتين، حطي منها معلقه على وش حله المحشي بعد ما يستوي تسيح كده عليه هتبقى 3 روعات. عيشي بقى. ولا في البسبوسه ما اقولكيش، ما تقوليش لعدوك عليها في البسبوسه، بتخلي البسبوسه كده يعني جمال بفتره. طيب لو عايزه تعملي سمنه بلدي بقى هتعملي ايه؟ اللي احنا بنقلي فيها البصل والثوم وتحمري فيها اللحمه والفراخ، لان خلي بالك الزبده ما ينفعش يتحمر فيها قوي يعني بتتحرق،
فالسمنه بتبقى افضل. بتاخدي كرة الزبده دي وتسيحيها على نار هاديه خالص مع معلقه ملح صغيره عشان تحافظي على صلاحيتها. بتطلع رغاوي كده وبتسيبيها على النار الهاديه دي وتفضلي تقلبيها من تحت كويس بمعلقه عشان ما تلزقش. كل 10 دقايق كده تدخلي تقلبيها لحد ما الرغاوي اللي فيها تختفي خالص. هتلاقي المرته نزلت في ارضيه الحله، وتاخدي بالك للمرته تتحرق منك وتشيط وتبوظ، هتبوظ طعم السمنه وهيبقى فيها طعم شياط. يعني يا دوب كده تبقى بني فاتح وتطفي عليها النار خلاص. تاخدي بقى المرته دي وتعمليها سندوتش وتضربيه وتنامي وسلمي لي على الدايت 5-6 شهور قدام. فسندوتش المرته ده تاكليه لو عندك نحافه، اما لو انتي بكابوزه فارحمي نفسك وسيبي المرته لحد محتاجها. بس انا عن نفسي تخنت او رفعت ما بقاومش المرته وباكلها وبعملها في سندوتش وبشرب بعديها بيبسي دايت. الشرش بقى اللي نزل من عمليه الخض او تكوير الزبده دي بعمل بيه ايه؟ بحطه يغلي على النار، وما تخافيش مش هيعمل لبن مقطع وهيغلي عادي. وبعدين باخد الشرش ده وهو سخن واحطه في الخلاط مع باكو كوفي ميكس على معلقه سكر دايت. لازم سكر دايت طبعا. انا رايحه جايه بعلبه السكر الدايت في البيت. بضرب سندوتش مرته ماشي، باكل زبده بلدي ماشي، بعشق السمنه البلدي ماشي، باكل محشي، بس السكر لازم يبقى دايت. وطبعا البيبسي دايت عشان انا واحده ضميرها صاحي وبحب الالتزام. واضربي بقى الليله دي في الخلاط الشرش مع الكوفي ميكس مع السكر، واشربي احلى كوبايه كابتشينو بفوم 5 ادوار. زوقيه من فوق ببودره الكاكاو، هيبقى شبه المج الجاحد ده. كده عرفنا طريقه الزبده البلدي والسمنه البلدي والمرته، واستفدنا من الشرش وعملنا بيه دماغ كابتشينو جامده. ازاي بقى استخدم السمنه البلدي في التخسيس وفي نفس الوقت ازاي استخدمها في زيادة الوزن؟ العلماء اكتشفوا ان السمنة البلدي بتساعد على الحرق، بس لما تاكليها بنسبة بسيطة لانها بتاخد مجهود وطاقة من جسمك في حرقها، فبالتالي بتساعد على الحرق والتخسيس. بس تحطي معلقة واحدة صغيرة على الطبخة كلها، مش تقلبي علبة السمنة كلها وتعومي الجلاش والرقاق والمكرونة البشاميل اللي فيها، لا حاجة بسيطة. اما لو عايزاها تزود وزنك او وزن اطفالك زوديها في اكلهم، وممكن تعملي لهم بيها كرات الطاقه اللي هي كور عجوه بتعجنيها بالسمنه البلدي والمكسرات وتعمليها كور كده وتجريها كده على السمسم المحمص، تاخد طبقه سمسم من بره. الاطفال بيحبوها جدا، ولو بنتك في سن مراهقه او كبيره ممكن تاكل منها 6 كور في اليوم. هتساعدها جدا على زياده وزنها وهتغذيها بجانب الاكلات اللي بتاكليها لها. ان شاء الله هعمل لكم حلقه منفصله عن زياده الوزن وتجربه شخصيه انا جربتها. بس طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كرات الطاقه والعجوه والسمنه البلدي ما ينفعش لمرضى السكر والقلب والامراض المزمنه، ربنا يشفي كل مريض. طيب ايه هي فوائد السمنه البلدي وايه هي اضرار السمنه الصناعي؟ السمنه البلدي غنيه بفيتامين ه وفيتامين ا، ودول من اقوى مضادات الاكسده على الاطلاق وبيقاوموا الامراض. يعني ايه مضاد للاكسده؟ يعني بيحافظ على خلايا جسمك من التلف وبيقوي جهاز المناعه. طب هيجرى ايه لو خلايا الجسم تلفت؟ ده معناه تلف الجسم نفسه، يعني خلايا مخك باي باي، خلايا السمع والبصر بالسلامه، الخلايا العصبيه، الشعر، الجلد، كل ده بيتلف وبيضعف لما ما نمدش الجسم بمضادات الاكسده اللي هي موجوده في الغذاء اللي من ضمنه السمنه البلدي الطبيعي. السمنه البلدي كمان فيها حمض اللينوليك وده برضو مضاد للاكسده وبيقاوم الفيروسات، بس بشرط اللبن اللي عملنا منه السمنه دي يكون من ابقار متغذيه على اعشاب وخضروات، مش المواشي اللي بتتغذى على الاعلاف الصناعيه ولا اللي بتاكل وبتتحقن بالهرمونات. مش قلتلك في اول الحلقه لما يكون اللبن ريحته زفره تعرفي انه مش حلو ومش هيطلع لك وش كويس؟ ليه؟ لان المواشي اصلا اكلها ما كانش نظيف. طب اعرف منين المواشي دي اكلها نظيف ولا مش نظيف؟ لما الاقي اللبن ريحته حلوه مش زفره. فلو عايزه تقوي مناعتك وتزودي وزنك في نفس الوقت هتخلي اكلك بالزبده البلدي، بس ما تاكليش منها زياده عن اللزوم لان اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. كتر اكل الدهون عموما بشكل مبالغ فيه بيؤدي للاصابه بامراض السكر والقلب والشرايين والزهايمر وغيرهم، فكل حاجه تكون بالاصول. دي فوائد واضرار السمنه البلدي. طب السمنه الصناعي، السمنه الصناعي دي انا عمري ما باكلها الا لما اكون مضطره ومعزومه عند حد يعني غصب عني. ومش هقول لكم بقى على كميه المغص وتعب القولون وحمو كده في فم المعده بيجرالي من السمنه الصناعي دي. انا لو حد جابها لي هديه بتفضل عندي لحد ما صلاحيتها تنتهي وبتترمي، حتى ما برضاش اديها لحد عشان ما اذيش حد. اضرار السمنه الصناعي بتتلخص في انها مليانه احماض دهنيه بتعمل عسر هضم وزياده في الوزن
وارتفاع في نسبة الكوليسترول والسكر في الدم، لانها بتفضل لفترات طويلة في الجسم ما بتتهضمش بسرعة. ده غير انها بتتسبب في الاصابة بامراض السكر والقلب والاوعية الدموية والجلطات، اللهم احفظنا. وبترفع نسبة الدهون الثلاثية في الدم اللي لما بتحبي تخسسي جسمك بعد كده ما بتنزلش. كمان السمنة الصناعي مليانة دهون مهدرجة، يعني مضاف اليها هيدروجين، والدهون المهدرجة دي من اكبر مسببات امراض السرطان بمختلف انواعها. والاحصائيات اثبتت ان 32% من الوفيات على مستوى العالم بسبب اكل السمن الصناعي. فاحنا نمشي بالاصول ونحاول على قد ما نقدر يكون اكلنا طبيعي ومن مكان موثوق فيه، واللي تقدر وظروفها تسمح ان هي تعمل السمنة البلدي في البيت تعملها، واللي ما تقدرش ومضطرة تستخدم حاجة غير السمنة البلدي يكون زيت خفيف من مصدر موثوق فيه، ونبعد عن اي حاجة مهدرجة. لو مفيش امكانية انك تستخدمي سمنة او زيت، كلي الاكل مسلوق او مشوي على الجريل كده من غير اي دهون ولا اضافات، هيبقى طعمه جميل برضو وصحي ومفيد جدا. اكتبي في تعليق ايه الفرق اللي بتحسيه في الاكل لما تطبخي بسمنة بلدي او بسمنة صناعي. ودي كانت حلقتنا النهارده، وما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناه لو ما اشتركتوش وتفعيل الجرس عشان البنات اللي قالوا لي فيديوهاتك مش بتوصلنا بيها اشعارات. فعلوا الجرس والاشعارات ان شاء الله هتوصلكم. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.